السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل كده ما ابدا الفيديو بتاعي، حب كده اعزي اهل عرسان الجنه، الدكتوره اسماء والدكتور حمدي. بجد والله يعني الخبر ده كان صدمه بالنسبه لنا كلنا، وبالنسبه لاهل مصر سيل. الكل حزين وزعلان عشانهم. عايزه اقول لكم ان انا اصلا عامله الفيديوهات دي والله بقالي كام يوم، بس ماليش مزاج ان انا انزلهم. متأثرة جدا والله، وحالتي النفسية تعبانة جدا بسببهم. ربنا كده يغفر ليهم ويجعلهم كده من شهداء الجنة، ويصبر أهلهم يا رب، يا رب يرخى عليهم الصبر والسلوان. النهارده بقى بإذن الله هنعمل مع بعض الكحك. كل مرة كده بعمله معاكم على البارد، النهارده بإذن الله هنعمله مع بعض على السخن. ومعايا كمان مكون سحري هيطلع كحكاية معاكي هشة جدا وطعمها غني، وده سر من أسرار المصانع. بس قبل كده ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا حلوين، شجعوني بقى كده بلايك واشتراك في القناة وشير الفيديو عشان يوصل أكبر عدد من الناس. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة هنبدأ بيها حشوة الكحك. معايا هنا ربع كيلو كده من الملبن، لازم تجيبيه يكون نوعية نظيفة بالشكل ده ولونه فاتح. ومعايا كمان هنا مكسرات، ومعايا ربع كيلو من العجوة وسمنة بلدي. هنا بقى معلقة كده من السمسم على العجوة بتاعتي، وهنزل بيها كمان بمعلقة من السمنة البلدي. طبعا دي السمنة اللي انا مسيحاها معاكم. وهنا برضو كان الملبن بتاعي هنزل كده عليه بالمكسرات، اي نوع مكسرات عندك هتجرشيه كده نص جرشة، وتنزلي بيه كده على الملبن ومعاهم كده معلقة من السمنة. وهبدأ بقى كده اعجنهم كده بايدي علشان كله كده بقى ايه يندمج مع بعضه بالشكل ده. وزي ما قلت لك الملبن بتاعك لازم يكون نوعية نظيفة ونوعية كويسة، ويكون فاتح بالشكل ده. كده بقى خلاص العجينة بتاعتي كده اتعجنت كده تمام. هبدأ بقى كده اعجن في العجوة بتاعتي، وزي ما قلت لك معايا هنا ربع كيلو من العجوة. هنا بقى خلاص عملت العجوة بتاعتي، عجنتها وعجنت الملبن. هسيب كده ملبن في التلاجة يسقع شوية اما اجهز العجينة بتاعتي. اول حاجة بقى هجهزها السمنة. طبعا يا جماعة السمنة دي لازم تكون بمعيار مظبوط علشان تظبط الكحكة معايا. فاول حاجة بقى هبدأ ايه اوزن كده السمنة بتاعتي. فطبعا بوزن كده الاول اللبانة، وبعد كده بقى هاخد ايه 550 جرام من السمنة. طبعا السمنة دي انا كنت مسيحة معاكم كمية قبل كده، دي بقى كنت لسه مسيحاها علشان اشتغل بيها شغل النواه. هنا طبعا التانية كانت خلصت اللي انا كنت عاملاها. وعايزة اقولك بقى ان السمنة دي والله طعمها خطير جدا جدا في الكحك بتاعك، يعني بيخلي الكحكاية كده في حتة تانية خالص. انا النهاردة بقى هعمل ميكس بين السمنة البلدي والسمنة اللي انا كنت عاملاها معاكم. طبعا دول السمنة اللي انا كنت مسيحاها كده من وش اللبن القشطة بتاعتنا. هعمل ميكس كده بين الاتنين، وزن كده بالسمنة لحد ما تيجي كده 550 جرام معايا، يعني نص كيلو كده ومعلقتين. كده بقى خلاص تمام. هركن بقى كده السمنة على جنب، ومعايا هنا بقى كوباية من المية هينزل عليها كده بذرة من الملح، وينزل كمان عليها معلقتين من السكر البودر، وكمان معلقتين من اللبن البودر. وهنزل عليها كمان هنا بمعلقة صغيرة كده ممسوحة من الخميرة. ما تكتروش خميرة يا جماعة، معلقة صغيرة بس ما كده ممسوحة. وهنقلب بقى كله كده مع بعضه بالشكل ده. النهارده هعجن الكحك بتاعي بالميه مش باللبن. هركنها بقى كده على جنب لما نجهز بقى ايه العجينه بتاعتي. معايا هنا يا جماعه دي، ده اسمه ايه ست البيت، ده دقيق لجميع الاغراض، استخراج 72%. اي دقيق يا جماعه تستعملوه لجميع الاغراض في الكحك والبسكوت عادي مفيش فيه اي مشاكل، بس اهم حاجه يكون استخراج 72%. هنا بقى هبدا كده انخله. لازم تنخلي الدقيق حتى لو مش فيه اي حاجه، لازم كده الدقيق بتاعك يتنخل كويس جدا عشان نخرج منه الهواء بالشكل ده. بعد كده بقى معايا بقى المكون السحري والرئيسي اللي بيستخدموه في المصانع، وهي الكريمه اللباني البودر. هناخد كده منها معلقتين. هقول لك بقى اللي ما شاء الله معلقتين الكريمه البودر دي يا جماعه اللباني بتخلي كده الكحكه ناعمه معانا، وكمان بتدينا كده طعم غني للكحكه بتاعتنا. وهنزل بقى كده ب3 معالق كبار من السمسم، ومعلقه كده صغيره من ريحه الكحك. ما تكتريش بقى من ريحه الكحك عشان الكحكايه ما تمررش منك.
هنا بقى هبدأ كده اقلب المكونات كلها كده مع بعضها بالشكل ده عشان كله كده يندمج مع بعضه. هنا بقى السمنه بتاعتي حطيتها كده بقى على النار لحد ما تسخن معايا خالص وتعمل فوران كده واحنا نازلين عليها بالدقيق بالشكل ده. انا عايزه بقى يا جماعه درجه غليان السمنه تكون كده بالشكل ده، لما تنزلي كده عليها بالدقيق تعمل كده فقاقيع بالشكل ده. عايزاها سخنه جدا جدا، مش هقولك بقى على الريحه واحنا بنقلب كده السمنه مع الدقيق وريحه الكحك، بجد ريحه خرافه وتحفه. هنا بقى طبعا في المرحله دي بتقلبي كده بمعلقه خشب علشان طبعا السمنه تكون سخنه جدا جدا، خدي بالك كده من ايدك عشان ما تلسعيش. هنقلب كده كويس جدا بالمعلقه الخشب. وطبعا في المرحله دي بتكوني كده حاطه الدقيق بتاعتك في حله كده استانلس، ما تحطيش يا جماعه في حله كده في طبق بلاستيك علشان اول ما تنزلي بالسمنه كده ما يسيحش منك. وابدا بقى كده في المرحله ديت ابس كده العجين بتاعي، الدقيق كده مع السمنه بكفه ايدك كده بالشكل ده. ودي بقى خطوه مهمه جدا. طبعا هو كان لسه سخن معايا شويه فكنت ببردها كده وانا ببس الدقيق بتاعي. هنفضل كده بقى نبس كده في الدقيق بالسمنه لحد ما العجينه بتاعتك تحسي كده اللي هي نعمت معاكي خالص. شايفين بالشكل ده، تعمليها كده بكفه ايدك وتلاقيها ناعمه معاكي كده بقى خلاص تمام. هنا بقى هبدا بقى كده انزل بالميه والخميره بتاعتي اللي انا كنت عاملاهم قبل كده، وهنزل بقى تدريجي لان انتوا عارفين يا جماعه اللي فيه دقيق بيشرب سوائل وفيه دقيق ما بيشربش. فهننزل بقى كده تدريجي لحد ما نشوف العجينه بتاعتنا تاخد كوبايه الميه ولا لا. وخدي بالك احنا بنقلب كده المكونات مع بعضها ما بنعجنش يا جماعه علشان عجينه الكحك ما تاخدش مننا عرق، دي مش قرص. يا دوبك كده بتقلبي كده وتلخبطي كده الميه مع المكونات علشان بس كلها كده تندمج مع بعضها. هنا بقى كده تمام، خدت معايا كده كوبايه الميه. وزي ما قلت لك الميه دي فيها الخميره وفيها السكر بودر واللبن البودر، مقلباهم كده معايا كده بقى خلاص. العجينه بتاعتنا ما شاء الله بقت كده تمام، والعجينه معايا ناعمه جدا. حابه بقى كده اختبرها، تاخدي كده قطعه في ايدك، لو ما لقيتهاش بالشقه يبقى كده العجينه ما شاء الله كويسه جدا. هنا بقى هبدا بقى اكور العجوه بتاعتي والملبن. بكور كده العجوه يعني حوالي كيلو، الكوره بتاعتنا كده حوالي 6 جرام او 7 جرام في الحدود ديت، ما تكبريش عن كده. لو ما عندكيش ميزان بقى بالنظر كده بتكوريها كده كور صغيره. وهنا برضو الملبن اهي، شايفين. هنا بقى يا جماعه بعد ما خلصت كده الكميه اللي معايا وكورتها كده بالشكل ده، هنبدا بقى كده نشوف العجينه بتاعتنا. طبعا معايا هنا المنقاش ده اللي انا انقش بيه، لازم يكون المنقاش بتاعك كده اسنانه متساويه كده بالشكل ده عشان يظبط معاكي النقشه بتاعت الكحك. هبدا بقى كده اخد قطعه، انا كنت هنا بحطها على الميزان فكنت هنا يعني واخده قطعه كده حوالي 20 جرام. هتكوريها بقى كده وتلينيها كده بايدك وتعمليها كده بالشكل ده. ما شاء الله العجينه معايا لينه وسلسه جدا، ما بتشققش معايا ولا اي حاجه خالص لان العجينه مقدارها مظبوطه. ببدا بقى كده اجوفها واحط الملبن فيها بالطريقه ديت واسويها كده بالشكل ده لحد ما يكون معايا كده مدوره وما بتشققش خالص. وابدا بقى كده انقش فيها. هوريكي بقى كده اول نقشه بتيجي كده من جنب وتاخديها كده وتنقشيها بالشكل ده، وبعد كده بتلفي الحكايه معاكي وبتعملي بقى خطوط عكس عكاس. وبعد كده بقى بتدايري الكحكه وتعملي برضو خط عكس الخط اللي قبله. انا طبعا مش عارفه اشرح بس اكيد طبعا انتوا شايفين الرسمه وانا بعملها كده في الفيديو. ومن جنب كده بقى وداير ما يدور بالشكل ده. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه.
هوريكي بقى كده واحدة تانية وتكون برضو بنفس الرسمة عشان تبقى واضحة معاكم. وزي ما قلتلك انا باخد كده جزء من العجينة وبحطها كده على الميزان. طبعا انت بقى ما تشترطيش بحجم ايه العجينة اللي انت عايزاه، عايزاها بقى صغيرة عايزاها كبيرة، تبع ما انت عايزة اعمليها. الصراحة انا كنت بحب الكحكاية صغيرة معايا، بس الصراحة اول مرة العجينة تطلع معايا كبيرة بالشكل ده. يعني كنت الاول كده بعملها بالنظر، لما بدأت كده اشتغل على الميزان طلعت كبيرة معايا المرة دي. انا باخد بالك اهيت بالرسمة والنقشة اللي بعملها، تنقشيها كده الاول من الطرف كده بالجنب. مهم. بتلف ايدك بقى الجهة التانية، وهتمشي كده ايه على الخطوط اللي انا عاملاها عشان يكونوا كده ايه خطوط قصاد بعض. مهم. وهتلفيها بقى الناحية التانية وعكس عكاس لحد ما تطلع معاكي بالشكل ده، وبالطرف بقى كده وتسويها كده بالمنقاش بالشكل ده داير ما يدور. عايزه اقولك ان شغل المنقاش ده ما شاء الله سلس جدا. هعملك بقى هنا كمان نشة تانية. هنا بقى هناخد ايه 3 خطوط في النص وتلاتة كده بالشكل ده بالطول، وعكس عكاز بقى ولا الخطوط اللي انا عاملاها 3 بالعرض وتلاتة كده ايه بالطول. يعني هتمشي كده عكس عكاز 3 و3 بالشكل ده، وداير ما يدور بقى كده بالكحكة بالمنقاش. شايفين؟ هنعمل برضو كده مع بعض نقشة تانية. انا حابة بس هنا يا جماعة اوريكم النقشات اللي طبعا اللي لسه مبتدئ وما بيعرفش ينقش الكحك، لان نقش الكحك ده عايزه اقول لكم اللي هو سهل جدا وسلس جدا جدا. اهي سهله جدا. شايفين؟ مش محتاجه بقى شرح يا جماعه. عايزه اقول لكم الكحك السخن ده طبعا كان ايام كده زمان، ايام اجدادنا بقى وامهاتنا زمان كانوا بيحبوا كده ايه يعملوا الكحك كده على السخن، ويلموا بقى الجيران ويلموا الحبايب وكله كده يشتغل في موضوع الكحك ده. كانت ايام والله جميله ما شاء الله. لحد والله لحد دلوقتي لسه فاكر الايام ديت. شايفين يا جماعه النقشه؟ طبعا النقش ده ما شاء الله مفيش فيه اي صعوبه. هعمل معاكي برضو كده كمان شكل. هتاخدي كده خط من النص وهتقسميها كده ايه 4 تربع. هتاخدي بقى كل ربع كده وتعمليه كده على هيئة مثلثات بالشكل ده. شايفين يا جماعة؟ اهي سهلة جدا ما شاء الله. اهي بس مم. وبرضو داير ما يدور كده بالمنقاش، وهتظبطي ايه الكحكة بتاعتك من جنب بالشكل ده. شايفين؟ ما شاء الله شكلها تحفة. ودي برضو كده اهيت نقشة تانية. هناخد كده خطين جنب بعض، وهنا برضو ايه هنمشي كده خطوط كده جنب بعض بالطول. مهم. شايفين؟ هناخد كده الخطوط بالطول وبرضو بالجنب كده وداير ما يدور بالشكل ده. ايه شايفين يا جماعة شكلها؟ النشات والله كلها سهلة مفيش فيها اي صعوبة خالص نهائي. وده برضو كده ايه نقشة تانية. ناخد برضو كده خط من النص ونعملها كده زي ايه رسمة ورق الشجر. شايفين؟ هنبقى بقى كده الجهة التانية وهنمشي برضو كده ايه على نفس الخطوط. شايفين شكلها يا جماعة؟
وهتمشي برضو كده داير ما يدور. اي كحكه هتعمليها واي رسمه هتعمليها بالمنقاش كده من جنب وداير ما يدور، علشان بس ايه تثبت الرسمه بتاعتنا. يا سيدي على الجمال. هنا بقى بعد ما خلصت كده نقش الكحك بتاعي، هبدأ بقى كده ايه اعمل الكحك بالعجوة، وده بقى هعمله بالبسطامة علشان افرق بينه وبين الكحك بالملبن. بالبسطامة كده وبسرعة وبالشكل ده، واعملها. شايفين ايه مش فيه اي صعوبة. هنا بقى خلاص بعد ما خلصت كده الكمية بتاعتي كده كلها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، شايفين يا جماعة شكل النقشات اللي انا عملتها جميل جدا بجد، يعني حاجة كده شكلها كده تحفة. ودي بقى الكمية اللي طلعت معايا من الكيلو. شايفين النقشة عاملة ازاي. هنا بقى في المرحلة دي بكون كده ايه مولعة الفرن بتاعي علشان يسخن معايا خالص. واول ما الفرن بتاعك بقى يسخن معاكي خالص، بتدخلي كده الصينية على الشبكة اللي في النص، وبتهدي النار وبتولعي الفرن من تحت بس، ما بتولعيش الفرن من فوق يا جماعة. الفرن بتهديه على درجة حرارة 160، وبتحط كده الصينية على الشبكة اللي في النص زي ما انا حطاها، وبتسيبيها بقى تستوي كده براحتها. بتاخد معانا كده اكتر من حوالي نص ساعة علشان الكحكة كده تستوي معاكي. شايفين ما بولعش الفرن من فوق. اول كده ما تحسي انها خدت حمار من تحت، بتطفي كده من تحت وتولعها من فوق، وتهدي برضو النار علشان تاخد كده لون جميل ما يتحرقش معاكي. شايفين بقى الجمال يا جماعة، شايفين بقى الحلويات، شايفين الكحكة بتتكلم عن نفسها. والله بجد يعني شكل الكحك كده بيضحك في قلب الصينية. مش عايزة اقولك يعني على الكحك ده ما شاء الله خيال خيال. وعايزة اقولك بقى ان المرة دي الكحكة طلعت معايا كبيرة شوية عن كل مرة. انا الصراحة بحب الكحكة كده تكون صغنونة. المرة اللي فاتت كنت عاملة كده الكحكة حوالي يعني 10 جرام او 15 جرام. المرة دي بقى عشان مكبرة كده قطعة الكحك، فالكحكة بقى ايه طلعت معايا كبيرة وبالحجم ده ما شاء الله. شايفين شايفين ظهر الكحكة عامل ازاي ووشها. مش هقولك بقى على الريحة، بجد يعني حاجة كده تحفة تحفة. والكحكة بقى معايا ناعمة جدا. هسيبها بقى ايه لما تبرد كده وتهدى معايا خالص، علشان ايه اعرف اعبيه. حبايب قلبي هنا بقى بعد ما سبت كده الكحك لما برد وهدى معايا خالص، حبيت بقى كده اوريهولكم قبل ما اعبيه كده في علبة. شايفين شكل النقشة عاملة ازاي ما شاء الله. شايفين شكل النقشات يا جماعة. وزي ما قلت لكم انا هنا ايه كنت مكبره القطعه معايا. انت حابه بقى تخليها كده، حابه تخليها وسط، حابه تخليها صغيره، اللي يريحك. بس ما شاء الله والله الكحك كده ريحته تحفه تحفه. الريحه كده كانت قلب الدنيا. شايفين حابه بقى كده اوريكم كحكه كده عامله ازاي. بسم الله اللهم صل على رسول الله. حاجه كده فاخر من الاخر والله، ولا افخم المحلات. شايفين الكحكايه ناعمه معايا ازاي. شايفين معلقتين الكريمه اللباني اللي انا حطيتهم مخليه الكحكه ناعمه معايا ازاي يا جماعه، وفي نفس الوقت الطعم غني جدا جدا. حاجه كده فاخر من الاخر. لو عجبكم بقى فيديو النهارده كده واستفدت منه، شجعوني كده بلايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم.